النهارده هنعمل باترون لجيبه في منتهى الشياكه، جيبه صك. طب يا مدام وداد هنعمل جيبه ونعملها باترون؟ اوكي، هنشتغل مع بعض الباترون بتاع الجيبه، علشان لو ما عملناش الباترون الدنيا مش هتظبط معاكي نهائي في الجيبه دي، وتبص تلاقي ان انت بوظت القماش. اهلا بيكم في قناتي دودي موريس، والنهارده هنعمل طقم في منتهى الشياكه، سواريه. اولا جيبه فيها جبير، هتدي شكل ظريف في اللبس، واللي احنا شايفينها في بداية الفيديو، وهنبتدي ننفذها خطوة خطوة. طب ايه لازمة الباترون لما هي جيبة صك مفيهاش اي حاجة؟ النهاردة هنعمل ده. اول حاجة هنعملها هنشتغل على ورق زي ما احنا متعودين، ورق جرايد. عندك ورق بتستعمليه في اي حاجة، في الرسم، في الباترونات، في اي حاجة. الورق اي ورق عندك هتشتغلي بيه. انا عندي هنا هشتغل على ورق جرايد. طبعا مقاساتي انا واخداها مقاسات الجيبة على 35 سنتي، انا هنا شغالة على 40 سنتي. تمام. الوسع ده انا محتاجه له في ايه؟ هقول لك انا محتاجه له في ايه. اول حاجة عندي الشكل اللي انت شايفاه في الصورة. انا عندي كسرات بتتاخد بحرف الابرة، يعني على طرف الدواس بتتاخد شيمة خفيفة خالص بعرض 2 أو 3 ملي، بتاخد الورب بتاع الجيبة. لو انا ما عملتش الباترون وجينا عملنا الكسرات اللي احنا بنتكلم عنها، هتبص تلاقي اهو، هنتخيل كده اهو، ادي الكسرات بتاعتنا بالورب اهو، وادي الكسرة الثالثة. هنمسك ده بالدبابيس لما هنشتغل اهو كده. بصي كده حصل ايه معانا. بص الورب ده، الجزء ده اللي دخل معاكي من القماش نتيجة الكسرات، فهتبص تلاقي الجيبة لمت منك من تحت وما ظبطتش نهائي. اول حاجة هعمل ايه؟ هوصل شريحة من الورق هنا. انا لما بعمل باترون طبعا ده بيريحني في الشغل، وفي نفس الوقت يبقى انا عارفة هقص ايه بالظبط. تمام. هبتدي اوصل ورق زيادة كده. انا وصلت جزء ده زياده علشان لما اجي افرغ على القماش يبقى معايا مظبوط بالظبط. وهبتدي اخد الكسرات بالميل بتاعي اللي انا عايزاه. هبتدي امسكها كده بدبابيس. طبعا احنا قلنا هناخد يعني حوالي 2 او 3 ملي خياطه على حرف الدواس المكنه اهو كده. ادي اول واحده اهي. هعمل التانية كمان بنفس الطريقه. طبعا ده على القماش بيبقى لما انت بتعملي بالباترون كده بيسهل عليك الدنيا كلها اهو. طبعا احاول اخلي المسافات متساوية بين كل كسرة وكسرة، الكسرات الناعمة اللي احنا عاملينها كده. والتالتة اهي بنفس الطريقة، التلاتة بالورب كده. عندي ايه كمان للموديل ده؟ عندي ان انا اهو عندي جبير هيتحط للجزء المثلث اللي هنا. انا لو ظبطت معايا الكسرات دي كل حاجة هتظبط معاكي اهو. ادي الشكل، ادي الثلاث كسرات عندي اهم. وهنا هيتحط الشريط الجبير بتاعي. طبعا لو انت حابه هتفرغي هتقصي بالورب كده وتحطي ده، ولكن احنا هنا المطلوب في الموديل ان انا مش هفرغ ده، هحط الجبير على القماش. تمام. ده طبعا حسب الرغبه، وحضرتك ليك مطلق الحريه. لو حابه تفرغي يبقى هتقصي القماش بالورب هنا وتحطي الجبير وتركبي الجزء اللي فاضل. تمام. انا هنا كده عملت ده. طيب انا هنا الطول ده هيقصر مني، هعمل ايه؟ هبتدي برضه احط شرايح ورق. هوصل شرايح ورق وهوصل الكسرات دي معاها، اوصل الورق مع بعض ونرجع لبعض بسرعه. كده وصلنا الورق هنا. هبتدي اكمل باقي الكسرات على الورق ده اهو.
ادي الباترون بتاع الجيبة عندي بمنتهى البساطة، ما فيهوش اي حاجة. هبتدي اخد مقاساتي بالظبط واقص الزيادات واحط ده على القماش. بعد ما افرد الكسرات دي هعمل ازاي؟ هعمل كده. انا شغالة على 40. طب احنا اخدنا الزيادات اللي احنا محتاجين هنا. هشتغل على 35 سنتي، هشتغل على 35 سنتي كده، وهشيل كل الزيادات اللي انا مش محتاجة لها اهو. هبتدي اقص ده والطول اللي انا محتاجه له 70 سنتي كده. وابتدي اقص. من فضلك اوعى عشان عايزه اشتغل. ده الاستاذ زيوس القط بتاع بنتي، فهو مزعج وعايز يعاكس النهارده. يلا يلا لو سمحت. تمام. ادي الجيبه عندي. نخلي بالنا نبص الجزء ده ازاي بقى هو اقل من الجزء ده. الجزء ده اللي هو فيه الكسرات رفعت معانا، واحنا لو ما عملناش حسابنا في الجزء الزياده ده هنبص نلاقي الجيبه ضاقت معانا من تحت. يبقى ده الباترون الاساسي بتاعنا اللي هنحطه على القماش ونبتدي نقص عليه. نحط ده على القماش ونرجع لبعض. يلا بسرعه كده يا حبايبي. احنا عملنا الباترون بتاع الجيبه بتاعتنا، ومسكنا زودنا الورق، وعرفنا الزيادات اللي احنا هنعملها بتاعت الكسرات بتاعتنا. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اطبق القماش عادي خالص واتعامل مع الباترون بتاعي بالطريقه دي. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ مقاساتي انا دوران الهانش 122، انا هشتغل على 130 عشان خاطر اخلي الزيادات السماح اللي بره. طيب انا كده هاخد مقاساتي هنا ادي كده 35 سنتي بما فيهم 2 سنتي للسوسته. ممكن كمان اخد سنتي كمان زياده لو انت حابه تخلي فيه سماح كتير في الجيبه عندك كده. طيب ايه الجزء ده يا مدام وداد؟ الجزء ده انا هخليه من ناحيه واحده، هخليه من ناحيه واحده لما اجي اطبق الباترون بتاعي علشان يديني الزياده اللي احنا عملناها بتاعه الكسرات دي. ابدا ناخد جزء جزء مع بعض. هبتدي اخد الطول بتاع الجيبه بتاعتي. انا عايزه طول الجيبه 70 سنتي كده. هبتدي اقص. هعمل ايه كمان؟ هبتدي هرسم الجيبه بتاعتي بالمقاسات بتاعتها من الظهر الاول، وبعد كده هبتدي اخد الباقي عندي. انا عندي دوران الوسط عندي هنا، طبعا الجزء ده بتاع السوسته، احنا عارفين ان الجزء ده بتاع السوسته. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ احنا ممكن نقص ده كمان، يبقى هشتغل على الظهر بس اهو. 102 الربع بتاعها 25.5، والبنسة سنتي يبقى 26.5. هنا دوران البطن عندي 112 الربع بتاعها 28 سنتي. دوران الهنش عندي 122 الربع بتاعها 31 سنتي كده. البنسة عندي بوسطن نص المسافة عندي من هنا لهنا، وباخد البنسة بتاعت النص اهي.
ده الظهر عندي اترسم كده بمنتهى البساطة. باخد الزيادات دي وادي البنساعتي. طب ده كده احنا عملنا الظهر، هنبتدي نعمل الامامي كده. اخلي بالي الموديل بتاعي الكسرات اللي عندي دي واخده الجنب شمال معايا، انا حطيت الخلفي على الامامي اهو كده. الشريحه فاكرين اللي قلتوا لي ايه دي احنا سايبينها ليه؟ اهو انا هظبط اهو. تخيل ان الشريحه دي بره اهو، انا ماليش علاقه بيها دلوقتي. تمام، هظبط الامامي مع الخلفي كده. خلي بالي ان في 2 سنتي السوسته كده. تمام، هعمل ايه؟ ادي كده الجيبه عندي الامامي والخلفي قد بعض، وده الجزء اللي انا هشتغل عليه الزياده بتاعه الكسرات اللي انا هعملها. فهمنا الحته دي؟ طيب نعمل ايه؟ هنبتدي نعمل كده، نطبق الجزء ده كده، ونبدا نجيب الباترون بتاعنا اهو. ادي الباترون عندي كده بالزيادات اللي عندي اهو. ابتدي ارسمها هبتدي ارسمها بالمارك كده. ادي الجزء اللي انا محتاجه له، الجزء ده اللي هيبقى فيه الكسرات اللي هي بتاعه الباترون. ادي الجيبه الاساسيه، والجزء ده اللي هو هيتكسر معايا وهيديني الشكل اللي احنا عايزينه. طب هنعمل ايه؟ هنبتدي نقص الجيبه بتاعتنا ببساطه كده. نقعد على المكنه ونعمل سراجه بسيطه لكل الكسرات دي وناخدها على المكنه ونعمل ده. فاضل ايه معايا تاني؟ فاضل معايا اعمل الكمر ومنه كده كده هاخد الطول اللي انا عايزاه من الكمر، وبعد كده هرجع. معلش اسفين، هو طبعا بيحب يتطفل كده على التصوير ويشوف. طب يلا لو سمحت، حطيت لك اكل من فضلك روح كل يلا. ده القط الجديد بتاعنا زيوس، هو بيحب يطلع معانا كده يغتت علينا مرات كده في التصوير. يلا لو سمحت كده. عملنا الجيبه والكمر. الكمر هنعمله فازلين طبعا، ونقعد نشتغل الجيبه حته حته مع بعض ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا كده. قعدنا على المكنه. طبعا احنا ده الجبير اللي احنا هنحطه تنطيل. احنا قلنا لو احنا حابين نفرغ القماش من تحت هنقص الزاويه دي، الجزء ده اللي احنا عملناه باترون على الورق. هنقص الجزء ده، وبعد ما نعمل كسرات نركب الجبير على فاضي من تحت، ما يبقاش في حاجه تحته. هبتدي انا عملت اول كسرات، خليت الكسره دي قدامك عشان اعملها معاكي اهو. انا باخد القماش بالورب، احنا مزودين في الباترون بتاعنا المسافه دي كلها. هعمل كده اهو اهو. انا عملت اول واحده وعملتها بلون مختلف عشان تشوفيها، وادي الثانيه ودي الثالثه بتاعت الكسره الثالثه اهو. انا هعملها معاكي اهو خطوه خطوه. بحاول احافظ على المسافات
بين كل كسرة وكسرة عشان خاطر تبقى الدنيا مظبوطة معاكي. نفس المسافات اهي كده. هبتدي اخد 2 ملي او 3 ملي بس كده، وبعد كده هاخدها على المكنة. طبعا مش هينفع اخدها على المكنة على طول عشان ده ورد فممكن يجري منك. تمام، حتى لو انت متمكنة اعملي سرعة مش هتخسري حاجة. ادي انا كده عملنا الثلاث كسرات بتاعتنا. اهو يا رب تكون واضحة. ادي واحدة، ادي 2، ادي 3. هبتدي اخدهم على المكنة. هبتدي اخدهم على المكنة كده، وبعد كده اثبت الجبير، وبعد كده هتعامل مع الجيبة عادي جدا زيها زي اي حاجة انا بشتغل بيها. تمام، يبقى انا بعمل الحاجة اللي هي في البداية اللي هي بتبقى بره التخطيط العام بتاع الجيبة، الباترون العام بتاع الجيبة، وبعد ما اثبت ده ابتدي اشتغل على طول. اهو هبتدي كده كده. هبتدي افك السراجات دي، هبتدي افك السراجات وابتدي اكوي الجزء ده كله ونرجع لبعض بصراحة. كده يا حبايبي كوينا الكسرات بتاعتنا بقت بالمنظر ده اهو كده. وهبتدي احط الجبير بتاعي. هبتدي اظبط انا عايز الجبير على انهي مسافة بالظبط كده. طبعا هو هيجي بالورد زيه زي بقية القماش اللي احنا عاملينه. هبتدي اثبت ده بالدبابيس كده كده. هثبت وهبتدي اخد خط هنا وخط هنا على الجبير بتاعي قبل ما اقص الزيادات كلها اهو. كده ثبتنا ناحية. اقص الزيادة وهبتدي اخد الناحية التانية بنفس الطريقة. انا ثبت بخط واحد وبرده الناحية التانية هثبتها بخط واحد. ادي الشكل بتاعنا، الثلاث كسرات مع الخط بتاع الخط بتاع الجبير بتاعنا او التنطيل بتاعنا اللي انت حابه تعمليه. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اظبط كل مقاساتي. خلاص انا كده نبص هنا ادي الديل قد بعض بالظبط زي ما احنا وعاملين الباترون بتاعنا متساوي. ولكن لو انت كنت عملتي على القماش على طول كنت هتلاقي ناحيه رفعت وناحيه معدوله بتاعت الجيبه من تحت، ناحيه شلت او قصرت او انت مش عارفه تلميها. فلازم نعمل باترون للكسرات دي ونزودها في القماش عشان خاطر نعرف نشتغل بيها على طول. هبتدي بعد كده اهو ابتدي اشتغل في الجيبه بتاعتي عادي خالص. هبتدي اعمل البنس كده. من البنسة التانية يبقى كده الامامي خلص عندي. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل
الجزء الخلفي والسوستة، وبعد كده اركب الكاميرا، وكده يبقى احنا خلصنا فاضل عندي اعمل الجزء الخلفي والسوستة. يبقى كده احنا خلصنا الجيبة بتاعتنا، ما فيهاش اي حاجة صعبة غير الجزء بتاع الكشكشة والجزء اللي هو بتاع الكسرات اللي قدام. بس دي فكرة الجيبة في الكسرات وفي الدانتيل اللي معمول او الجبير. هبتدي اعمل ده اهو، هبتدي اقفل واركب السوستة. هسيب اخر جزء اخلي فتحة علشان الخطوة مش اكتر كده. وادي السوستة عندي. طبعا احنا عارفين انا عايزة السوستة كده، بقلب وباخدها كده، بفتح كده، هقفل السوستة وابتدي اجيب الجزء المرد بتاع الجيبة كده. انا كده قفلت السوستة اهو. هبتدي اجيب المرد ده اللي هو بيبقى في الغطا بتاع السوستة اللي بيغطي السوستة عشان ما تظهرش اهو. هعمل كده وابتدي اظبط. ابتدي اظبط كده، يبقى بنفس الطريقة دي. اعمل ايه؟ هعمل كده واجيب دبوس، بس همسكه في الناحية التانية، مش همسكه في الحتة اللي انا هخيط عليه عشان الدبوس ما يدخلش معايا في الخياطة، ما يدخلش معايا يكسر الدواس بتاع المكنة. اهو انا بشتغل على الناحية التانية بنفس الطريقة كده لحد ما اخلص المرد بتاع السوستة كلها. تمام كده. هبتدي اعمل ايه؟ خلي بالنا انا ادي الدبابيس عندي، الجزء ده ماسك معايا الناحية التانية مش الناحية دي. هبتدي اعدل كده واخد المرد انا كده بعيد خالص عن الدبابيس. نشوف احنا عملنا ايه. ادي هشيل الدبابيس اللي انا عملتها، ادي المرد بتاع الجيبة وادي الغطا بتاعه، نضيف جدا مفيهوش اي حاجة ممكن تعاكس معاكي في التركيب. هعمل ايه كمان؟ هعمل الجنستين بتوع الخلفي كده وابتدي اجمع الجيبة بمنتهى البساطة. البنسة الخلفية 12 علشان بتديني الجزء ده بيبقى مرتاح مع الهانش هنا يريح معايا. تمام كده خلصنا. هنعمل ايه؟ هنبتدي نجمع الامامي والخلفي مع بعض يا حبايبي. هنحط الاتنين على بعض، نبتدي نظبط كده، اظبط الامامي والخلفي وابتدي امسك بدبابيس واخد مقاساتي اللي انا واخداها بالمزورة بالظبط. تمام. عندي هنا البطن
الكمر هيركب على 102، يبقى انا عندي عايزه ده 51 سنتي، وابتدي احط علامه للمكان اللي انا هشتغل عليه. البطن عندي 108 والهنش عندي 122. انا حطيت علاماتي كده علشان ابتدي اقفل الجنبين واشوف الشكل العام بتاع الجيبه هيطلع معانا ازاي، ونركب الكمر. يلا كده نبتدي مع بعض. يلا كده قفلنا الجيبه بتاعتنا بنفس الشكل والموديل اللي احنا جايبينه في بدايه الفيديو. هبتدي بعد كده اركب الكمر. هعمل ايه؟ هاخد نص سنتي من قدام كده من البطن، واطلع بيه، هيبقى قدام اقل من ورا، يعني الامامي يبقى اقل من الخلفي كده. اظبط ايدي كده علشان الكيرف ده احنا قلنا السنتي او الاتنين سنتي او نص سنتي حسب وضع اللبس عندك. بيريح معاكي في الكمر، يبقى الكمر مرتاح معاكي. نشوف كده. الفرق ده هيريح معاكي في الكمر. الكمر اهو احنا عملنا فازلين. هنبتدي نقفله كده. هنعدل ده. طبعا احنا قلنا قبل كده الكمر ممكن يركب زي الجاهز كده. الكمر ممكن يركب زي الجاهز ان هو يتخيط كده مع الجيبه ويتعد ويترد كده ويتعمل اوفر، وممكن يتخيط مع الجيبه هنا ويترد عليه كده من بره. الاسهل ليكي اعمليه، ولكن احنا بنفضل انه يبقى معمول مردود زي الجاهز بالظبط، بيبقى شكله اظرف من العادي. هاخد خياطه اثبت بيها الكمر بتاعي كده. عملنا الكمر. هبتدي امسك ده في الجيبه عندي اهو. طبعا هبتدي من اول الجزء الصغير، وعلشان لو فضل اي حاجه زياده تبقى معايا في الجزء الخارجي. ممكن يتعمل بمشبك، يتعمل باي حاجه انت عايزاها، او تعملي العكس اللي يريحك. نبتدي من هنا ونخلي الزياده من جوه. تمام. الطريقه اللي تريحك ماشي كده. هبتدي امسك ده كده. كده خلصنا الكمر بتاعنا. ادي الجيبه بتاعتنا خلصت بمنتهى البساطه، في منتهى الشياكه كمان اهو. وادي الموديل بتاعنا طلعناه بالظبط زي الصوره اللي احنا شايفينها في بدايه الفيديو، الكسرات مع الجبير، وده الشكل اللي احنا قلنا عليه. طبعا لو حضرتك حابه ممكن بعد كده تفرغي الجزء ده من القماش وتخلي ده على كده، يعني بصي هيبقى بالمنظر ده كده. لو انت حابه هنشيل الجزء ده من تحت وهيبقى الموديل عندنا كده. دي الجيبه بتاعت النهارده. اتمنى تكون سهله وبسيطه على حضرتك، واتمنى من فضلك لو في اي كومنت او اي سؤال اكتبي لي وانا هرد على حضرتك فورا. شير من فضلك لاي حد عايز يتعلم الجيبه ويعمل موديل مميز كده، شكله شيك خالص، طالع موضه جدا، ترند السنه دي الحاجات المطعمه بالجبيرات.
اتمنى كمان من فضلك اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. لسه عندنا حاجات كتيره جديده، وباذن الله في مفاجات كتيره على القناه هتشوفيها معايا. شكرا لحضراتكم، نورتوني.